السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم يا أبطالنا. مبسوط جدا بدرجاتكم بتاعت الترم الأول، حقيقي رفعتوا راسنا. إن شاء الله الترم الثاني نعمل ترم أحسن من الترم الأول على خير إن شاء الله بإذن الله. النهارده هنكون لينا تسجيل أول فيديو من السلسلة بتاعتنا. إحنا إن شاء الله هنسجل 6 فيديوهات، كل فيديو فيه ما يكون بيونت كامل على بعضه، وهنشرح فيه كل تفاصيل الجرامر بتاعتك. وبعد ما نشرح الجرامر ان شاء الله على خير هنعمل لك اكسرسايز صغير جدا عشان نحل مع بعض ونعمل تدريب على القاعده اللي هنشرحها ان شاء الله. اللي ما يعرفنيش انا مستر كريم صبري، ان شاء الله شرفتونا ويلا بينا نبدا مع بعض شرح الوحده الاولى. شرح الوحده الاولى بتتكلم على قاعده سهله قوي اسمها يوزد تو. ولكن قبل ما اشرح القاعده احب دايما اوضح لك صوره مهمه جدا. الامتحان هيجي عامل ازاي؟ شكل الامتحان بتاع حضرتك هيكون عباره عن ري رايت، سؤال ايه كتابه الجمله، او سؤال كوريكت، صحح الخطا. في تلك الحالتين ان انا ري رايت يعني جمله سليمه جدا بيكون في كلمه غلط، فانا مطالب مني ان انا اسف الكلمه دي ادخلها احطها جوه الجمله واعيد كتابتها. او جمله كامله جامله جدا وفيها بتكون غلطه وانا اصلح الغلطه دي. ده شكل السؤالين بشكل سهل كده وبسيط. ولكن قبل ما اشرح بقى القاعده اللي هي المفروض عليها السؤالين دول، يهمني جدا ان انا اوضح لك او اعمل لك ريفريش على 2 بوينت مهمين جدا. ايه ال2 بوينت دول؟ اول بوينت عندنا هي الانفينيتيف. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لما يجي لي سؤال اللي هو بتاع صح الخطا ده، هيجي لي عباره عن ايه؟ هيلعب على فكره الفعل في المصدر. فانا كطالب ثالثه اعدادي مطالب مني اعرف ان الانفينيتيف ده بيكون ليه شكل من 3. يا اما بيكون فعل منتظم، يعني يجي بعد مثلا القاعده اللي هشتغل عليها يوز تو دي المصدر اللي بعدها فعل اخره اس او فعل اخره اي دي او فعل اخره اي ان جي، فانا بشيلهم. يعني لما اقول علي يوزد تو، فانا مضطر احط هنا مثلا لو هي بلينج اخليها بلاي، يعني لو كان اخرها ان جي هشيلها. طب لو كانت بليد اشيلها الاي دي. طب لو كان اس هشيله، يبقى اصبح بلاي او جو او رن اللي هو فعل من غير اي اضافات خالص. طيب في طلبه كتير جدا بقى بتتلخبط من الفكره دي واللي بعدها. ليه يا سيدي؟ لان هو مثلا لما بيجي يشوف فعل زي فعل وينت ذهب، فهو بيقول لي ما فيهوش اس وما فيهوش اي دي وما فيهوش اي ان جي، فده كده مصدر. اقول له لا، ما هي دي الفكره رقم 2 اللي هي اسمها الافعال الغير منتظمه. طيب ايه الافعال الغير منتظمه دي؟ الافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي ولا تفهم. هي بتتحفظ زي ما هي كده ما بنفهمهاش. طيب يعني انا مثلا مطالب مني ابقى حافظ الافعال اللي هنا اللي هي كلمه وينت، فانا هرجعها جو عشان انا حافظها. لقيت كلمه بوت فانا هرجعها باي عشان انا حافظها. فده دورك انت كطالب انك تبقى حافظ الافعال دي. طيب الفكره الثالثه والاهم، تاني والاهم، انه يجيب لك فعل من الثلاث افعال المساعدين. بص بقى بالراحه كده معايا. الثلاث افعال المساعدين دول بيلخبطوك جدا على مدار ال6 وحدات، وكانوا معانا في الترم الاول. ازاي؟ انا عندي اول فعل عندي هنا اهو اسمه فيرب تو بي. فيرب تو بي ده ليه شكل في المضارع وليه شكل في الماضي وليه شكل في التصريف الثالث وشكل في المصدر، يعني ليه 4 اشكال. انا محتاج منهم النهارده الشكل الاخير اللي هو في المصدر. يعني معنى كده ان لما يجيب لي ام او از او ار بتوع المضارع، او يجيب لي وز او وير بتوع الماضي، او يجيب لي التصريف الثالث بتاع كلمه دن، فانا محتاج منهم الرابعه اللي هي بي. يبقى اي شكل هشوف الاشكال دي هرجعه بي. فيرب تو دو نفس الفكره، هو جاب لي دو او دز مضارع، جاب لي ديد ماضي، جاب لي دن تصريف ثالث، انا محتاج الشكل الرابع بتاعه اللي هو فيرب تو دو. نفس الفكره الفعل الثالث، جاب لي هاف او هاز مضارع، جاب لي هاد ماضي، جاب لي هاد تصريف ثالث، انا محتاج المصدر اللي هو اسمه هاف. فده معناه ان انا محتاج النهارده بي ودو وهاف. دي كده اول بوينت بالنسبه لي، ولازم احفظ الافعال بتاعت الثالثه دي مهمه جدا. طيب ننزل على الجزئيه الثانيه بقى، وانا عايز اعمل لك ريفرش سريع كده على الباص سيمبل. يعني ايه باص سيمبل؟ فاكر يا دكتور؟ باص سيمبل ده خدناه الترم اللي فات. الباص سيمبل ده يعني الماضي البسيط. الماضي البسيط ده بنستخدمه لما نكون حاجه احنا خلاص عملناها وخلصناها. يعني انا نمت، انا اكلت، انا ذاكرت. فده اي جمله عندنا بقى في العادي بعيد عن الماضي او المضارع بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول. حلو جدا كده. طيب الدرس بتاع النهارده بتاع الماضي البسيط اللي هو بيبدا بالفاعل، او اي زمن اصلا هيبدا برضه بالفاعل. الفاعل ده اللي هو مين؟ الفاعل ده اللي هو اي اسم او اي ضمير ممكن نبدا بيه الجمله. اي اسم، علي، احمد، منى، هي، شي، او ضمير عاقل او غير عاقل، ده اسمه الفاعل. ساعتها احنا بنحط بعد الفاعل ده عشان نستخدم ماضي بسيط نقول انا عملت كذا، فبنستخدم فعل في التصريف الثاني. يعني ايه بقى فعل في التصريف الثاني؟ التصريف الثاني ده ليه شكلين، المنتظم والغير منتظم. مش بيفكرك بحاجه هنا، بس احنا هنا كنا بناخد منه الايه؟ المصدر، ولكن هنا احنا محتاجين التصريف الثاني. يعني يا اما فعل اخره اي دي، يا اما فعل من الافعال اللي احنا قلنا بتتحفظ زي ما هي. يعني لو جبت لك مثلا اوبن تبقى اوبن، انفايت تبقى انفايتد، واتش تبقى واتش، ده اسمه منتظم.
اما لما اجيب لك غير منتظم، لما اجيب لك جو فهتخليها وينت، اجيب لك كم تخليها كيم، اجيب لك باي تخليها بوت. فهنا هنحط اي فاعل، ده اللي يهمني ان انا اقول اي بوت، هي بوت، الفاعل مش هيتغير والمفعول طبعا اللي بيكمل معنى الجمله. ده كده باختصار كان تكوين الجمله بتاعت الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط كمان فيه ايه مهم؟ فيه ان انا لازم اعرف النفي بتاعه. الماضي البسيط كان بيتنفي بثلاث طرق. يعني انا اقدر اقول لا في الماضي بثلاث طرق. طب ايه الثلاث طرق دول يا سيدي؟ اول طريقه ان احنا عندنا حاجه، بس قبل ما نقول الطرق اسف، ان كده كده الجمله لازم تبدا بالفاعل. يعني ايا كانت الطريقه هتبدا بالفاعل. الفكره بقى ان انت مش بتجيب الفاعل، الفاعل مش فارق معايا، يعني الفرق معايا الكلمه اللي بعد النقط، لان الكلمه اللي بعد النقط دي هي اللي هتحدد انا محتاج مين من الثلاثه. تعال اقول لك ازاي. لو انا جه بعد النقط فعل في المصدر زي المنظر اللي قدامك ده اللي انا كنت لسه بشرحه لك من شويه، فساعتها انت مجبر تستخدم didn't. يعني لما اقول لك كده I didn't play، ليه قلت بلاي وديدنت مع بعض؟ عشان ديدنت هنا يجي معاها فعل بلاي في المصدر، ومصدر يعني اصل الفعل بدون اضافات. طيب لو انا بقى جت الجمله وقال لي اي نقط بلايد، يعني هو عاوز ينفي الجمله ولكن عايز يسيبها زي ما هي بالتصريف الثاني، ما يرجعهاش لاصلها. فساعتها هنستخدم مصطلح جديد اسمه نيفر، بمعنى ابدا. يبقى انت في كده في كلمتين بيقولوا لا، ديدنت يجي بعدها المصدر ونيفر يجي بعدها التصريف الثاني. او طب لو ما جاش فعل اصلا بقى، يعني ما جاش ولا بلاي ولا بليد، دي اسم او صفه. يعني اقول لك اي نوت هابي، اي نوت ليزي، اي نوت مثلا ريدي، اي حاجه في صفه اسم او صفه، ساعتها انت مضطر تستخدم wasn't were. عشان كده احنا كنا دايما في اساسنا بنغنيها ونقول ايه؟ didn't والمصدر، wasn't weren't اسم وصفه، never والتصريف الثاني. لازم تبقى حافظهم مين مع مين. وبكده نكون عملنا ريفرش كده لمخنا على التو بوينتس المهمين. تعالى بقى نتكلم على درس النهارده. درس النهارده زي ما انا قلت لك بيتكلم عن حاجه اسمها past habit. any something you do at the past، اي حاجه كنت بتعملها في الماضي فده اسمها عاده في الماضي. انا ماليش دعوه بالمضارع دلوقتي، انا بتكلم ان الحاجه دي انت كنت بتعملها زمان. يعني انت بتحكي لي بتقول لي انا كنت متعود انام كتير في الاجازه، انا كنت متعود العب كتير، حاجه انت كنت متعود تعملها. طيب عشان اعمل ده هنستخدم اكسبريشنز على بعضه اسمه used to. وخلي بالك كويس جدا معانا يا دكتور ان انا لو استخدمت كلمه يوز من غير الدي، يعني قلت يوز بس، فده بقت غلط لان بقت دلوقتي معناها يستخدم. فانا محتاج ان انا على بعضها عايز محتاج ان هي يبقى معناها اعتاد ان، فساعتها هتبقى على بعضها اسمها used to. اسمها used to. used to معناها اعتاد ان. وطبعا كالعاده اي جمله لازم تبدا بالفاعل وبعدين يجي بعدها الفعل في المصدر. فلما احب اقول انا مثلا عايز اقول انا كنت متعود اعمل حاجه في الماضي، فهقول مثلا ادم used to go to school. علي used to study English. علي used to be واي حاجه بعدها، فده كده اسمه الجمله. طيب ننزل على النقطه اللي بعد منها اسمها النيجاتيف اللي هو النفي. النفي في العاده بتاعت الماضي مش بيلخبط خالص، بس لو ركزت معايا عباره عن 2 بوينتس، نقطتين بس. ايه النقطتين دول يا عم؟ الكلمه دي بتتعلق باللي بعدها. يعني حضرتك كده كده احنا الفاعل ده مالناش دعوه بيه، كده كده وبيبدا الجمله. معالي حضرتك لو قابلت كلمه didn't فانت مطالب تحط بعدها use من غير الدي. اما لو استخدمت كلمه never فانت محتاج تحط بعدها الدي، يعني اسمها didn't use ونيفر used. تمام كده؟ برضه في صح الخطا او في الرايت خلي بالنا من التريكس دي. طيب وده مش هيبان اكتر واحنا بنحل ان شاء الله، بس ركز معايا. يبقى النفي بتاع used to عباره عن حاجه من اثنين، يا اما didn't use يا اما never used. شكرا. وكده كده بعدهم الفعل لا نقاش في المصدر. طيب شكل السؤال مهم جدا بالنسبه لي، لازم الطالب بتاعي يكون حافظ ترتيب السؤال. ليه يا مستر؟ لان هو ممكن في الرايت يجيب لك جمله عاديه جدا، يعني سمبل سنتنس، جمله في الباست هابت، ويديك اداه استفهام ويطلب منك انك تعيد تكوينها من اول وجديد. فعشان كده لازم يكون الطالب بتاعنا عارف ان السؤال بتاعنا ليه شكلين، بيبدا بدid وبعدها الفاعل وبعدها used to وبعدها الفعل في المصدر، او يبدا باداه استفهام وبعدها did وبعدها الفاعل وبعدها used to وبرضه بعدها الفعل في المصدر. لازم تبقى حافظ دول عشان زي ما انا قلت لك كده. طيب المفروض ان اللي على السبوره قدامك ده المنظر ده هو ده الدرس، جمله نفي سؤال. طيب ايه الفكره بقى؟ الفكره ان احنا عندنا سم تريكي، بعض التريكي، بعض الحاجات المهمه جدا اللي لازم تخلي بالك منها، واحنا مقسمهم لك في كام نقطه يا سيدي؟ 4 بوينتس، 4 نقاط. طيب تعال نشوف ايه الفكره هنا يا عم. اول حاجه هناخد كلمه بط. طيب كلمه بط عشان اشرحها مع يوز تو، تعال الاول نسحب كلمه بط لوحدها كده ونفهم ايه بط ديت اللي ما يعرفهاش. بط معناها لكن، تستخدم للتعبير عن ربط بين جملتين،
يعني بط اداه ربط بتربط جملتين، الجملتين دول لازم يكونوا متناقضتين. يعني ايه متناقضتين؟ يعني انا لو بحب حاجه هنا وحطيت بط يبقى لازم الجمله اللي بعدها اكون بكرهها، لو الجمله دي مضارع يبقى لازم الجمله دي تكون ماضي. فبط بتربط جملتين متناقضتين. كده انا فهمت يعني ايه رابط بط لوحده. طيب ايه علاقته بقى بدرس النهارده؟ كلمه بط دايما بتيجي في السؤال بتاعك، في السؤال الكوريكت بشكل اكتر مش ريرايت، بيجيبها لك في نص الجمله، فساعتها هو بيلخبطك، لان هي كلمه بط لما يجي قبلها يوزد تو بط، يعني انا هحط يوزد تو هنا كده اهو، بص يوزد تو هحطها في المكان ده. يوزد تو دي كده بتيجي ويجي بعدها الفعل اللي انت شايفه قدامك ده ويقول لي بط او بط نام، فساعتها ايه اللي يلخبطني بقى؟ هقول لك يا باشا، ده كده هدف الماضي، فاحنا محتاجين الناحيه الثانيه ان احنا نخليها في المضارع. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه، لو هنا كان في نوت فاحنا مش هنحط هنا نوت، طب لو هنا كان في نوت ما نحطهاش هنا، طب لو هنا ما فيش نحطها هنا. يعني لازم يكون واحده في الاثنين فيها كلمه نوت، يا يوزد تو فيها نوت اللي هي قصدي بيها ديدنت يعني، يا اما احنا نحط نوت الناحيه الثانيه. طيب ايه اللخبطه بقى؟ الطلبه بتتلخبط بين كلمه امتى نحط دو وامتى نحط داز وامتى نحط ام وامتى نحط از واو. طيب انا هبص على يوزد تو باختصار شديد، هبص على الكلمه اللي بعدها، لو لقيت بعد كلمه يوزد تو كلمه بي بس، ابص على يوزد تو الاقي بعدها فيرب تو بي بس، مفيش حاجه ثانيه غير فيرب تو بي، ده الوحيد اللي بيستبدل الناحيه الثانيه بام او امن او از او ازن او ار او ارد. طب لو جه اي فعل تاني لو جه اي فعل تاني غير فيرب تو بي، ران جو سليب اي فعل، ساعتها بتحط الناحيه الثانيه دو او داز او ديد تاني، يبقى بطه اهي. ابص على الكلمه اللي قبلها هنا اللي هي يوزد تو، الكلمه اللي تيجي بعد يوزد تو اللي قدام حضرتك اهو، لو جت فيرب تو بي حط ام او از او ار او ام تو ازن تو ار. لو يوزد تو جه بعدها اي فعل تاني حط الناحيه الثانيه دو او داز او دونت وداز. شكرا. تريكي 1. تريكي 2، في كلمه جديده عندك اسمها نو لونجر. اسمها ايه؟ نو لونجر. كلمه نو لونجر معناها لم يعد معتاد، يعني مش متعود يعمل ده. كلمه نو لونجر ايكوال يوزد تو، يعني نو لونجر دي بتساوي يوزد تو، بس مع طبعا الجرامر بيختلف. ازاي يعني؟ هنا يوزد تو كان بيجي قبلها فاعل يوزد تو والمصدر، ولكن هنا انا بجيب الفاعل وبحط نو لونجر وبيجي بعدها بريزنت سامبل يعني مضارع بسيط، اللي هو لو انا شفت هنا الفاعل ده كان اي او وي او يو او زي فاحط هنا فعل في المصدر. اما لو الفاعل هنا كان هي او شي او ات او اسم مفرد فاحط للفعل هنا اسم. يعني تعالى اديك مثال، علي no longer sleeps عشان هنا علي. اما لو قلت زي no longer هتبقى sleep بس. ده تريكي 2. تريكي 3، الجمله دي كان بيجي فاعل ويوزد تو لازقه فيها وكان بيجي بعدها الفعل في المصدر، ولكن هنا الفاعل ما بينه وما بين يوزد تو was او were او get او grow او became، يعني ما بين يوزد تو والفاعل جت حاجه في النص من الخمس افعال اللي قدامك دول، فساعتها انت مجبر تحط للفعل اي ان جي. يعني يا بيه احنا هنا من شويه قلنا علي used to study، هنا هنقول علي was used to studying. يبقى هنا علي used to study، هنا علي was used to studying. حلو جدا كده. طيب ده تريك 3. اخر تريكي عندنا هنا بقى ملهاش علاقه بالدرس اصلا. ليه؟ لان الدرس اسمه used to بيستخدم للتعبير عن حاجات في الماضي، اما هنا used جايه بمعنى يستخدم. امتى يوزد تيجي بمعنى يستخدم؟ لو الجمله ما بداتش بالفاعل، لو الجمله بدات بالمفعول، او بشكل تاني نقول بشيء الشيء اللي هيستخدم نفسه. يعني مفعول، يعني ممكن تقول عليها مفعول، تقول عليها غير عاقل، تقول عليها الشيء اللي هتستخدمه. يعني حضرتك مثلا بدات بالموبايل، اللبن، التليفون، اي حاجه من الحاجات دي، ده كده اسمه المفعول. طيب ادي احنا فهمت كده تمام. طيب ايه بقى القاعده بتاعتها لما يبقى انا استخدم وتبدا بالمفعول؟ حضرتك ساعتها هتستخدم فيرب تو بي كله بشكل عام، ام واز وار مضارع وز وير ماضي، يعني انا بستخدم او انا استخدمت عادي جدا. طيب يبقى مضارع وماضي وبيجي بعدها برضه يوزد تو. بس هنا المشكله فين بقى؟ انا من شويه صغيرين لسه قايل لك فوق اهو ان يوزد تو لو جه قبلها وز او وير نحط ان جي، بس ده لما يكون بدا بالايه؟ بالفعل. اما لما تبقى بدا بالمفعول اللي بمعنى يستخدم، ساعتها انت مطالب منك انك تقول لي كده، لو جه مفعول ام واز وار وز وير بنحط يوزد تو المصدر. ايه؟ يعني فون التليفون يعني از يوزد تو كول اهو،
ام ووز 1 وجت عادي اهو، وجي بعدها تو كول. طيب ايه يوز فور دي بقى؟ هي بس تحط بقى الاي ان جي. يعني اقول لك فون is used for calling. calling عشان هنا اي ان جي، يبقى used to وused for. لو جه قبل منهم فيرب تو بي وقبل منهم مفعول، فاحنا بنحط تو المصدر او بنحط اي ان جي. يبقى 1 2 3 4. فور تريكي ده بيكون للدرس. يبقى في عجاله كده، واخر حاجه احنا خدناها بسرعه كده براجع بقى قبل ما اقفل معاك الفيديو. احنا كده بدانا ب2 بوينتس عملنا عليهم ريفريش، الانفينيتيف والباست سيمبل، ثم شرحنا لك 3 حاجات: سنتنس، نيجاتيف، كويتشن. عرفنا يعني ايه جمله، يعني ايه سؤال، يعني ايه نفي. ثم خدنا فور تريكي للدرس. يلا بينا ننتقل على التدريبات بتاعتنا.